السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بانمي من نار، حرفيا كل دي هتحمسك اكتر من اللي قبلها. وقبل ما ندخل في الانمي بتاعنا النهارده، عايزك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا ندخل في الحكايه. بيبدا الانمي بتاعنا بشله اصدقاء قاعدين مع بعض، وده هو وانج بطل قصتنا النهارده. وبيكون قاعدين بيلعبوا لعبه كده، واللي بيخسر بيتعاقب، وجه الدور على شين وخسرت في اللعبه، والعقاب بتاعها كان ان هي تقول اسم الشخص اللي بتحبه. فوانج بيتوتر كده، فالواد اللي معاه بيقول له انت فاكر ان هي بتحبك يلا ولا ايه؟ بيتكسف كده، فبيقول له لا يا عم، انا اعرفها من زمان بس مش لدرجه ان انا احبها ابدا. بيقول فعله ايه اللي انا قلته ده؟ فبيقول عيل مغرور بجماله كده، بيقول انا الفتاة كلها بتحبني. فشين بتفكر خمسه كده وبتقول انا بحب، ايوه اللي في بالي بالك يا صديقي. هو وانج حرفيا الواد ده من الصدمه كان هيعمل على نفسه، والعيال كلها ما كانتش مصدقه، وبيقولوا اكيد بتهزر. وبتقول لا انا من سوري، وانا كنت بمشي وراه. والواد يا عيني ما كانش مصدق نفسه. فبينتقل بينا المشهد لعصابه كانت ماسكه وانج نازله فيه ضرب، والواد ده كان متضايق علشان هو بيحب شين، والعيال دي بتفتح فيديو لشين وبيوروها حبيبها وهو بينضرب، والواد بيقعد يستهزئ بوانج لحد ما وانج جاب اخره وهو بيضربه بالدماغ. بس وانج هو اللي بيقع في البحر. بعد ما وانج وقع في البحر خلاص استسلم لمصيره، وبيفتكر اخر كلمتين قالهم شين انا بحبك يا وانج. وفجاه بيلاقي مكعب كده بينور، وبيروح له لسه بيمسكه، وبيلاقيه اخترق جسده. وانج بيحس بحرارة كبيرة جدا في جسمه، وهو بيتوجع جامد، وهو بينتقل فجأة جوه بعد فراغي، وبيكون مفكر نفسه ان هو مات، وبيقول انا فين. لكن بيسمع صوت مرعب كده بيقول له مبروك، انت حصلت على المقعد الخارق. لو فكرت في اي مكان لمسافة 15 متر حواليك هتنتقل له فورا، وهيبقى عندك قدرات تانية كتير. وانج بيكون لسه مصدوم من اللي بيحصل، وبيفكر في السماء. فعلا بينتقل على طول، بيكون طاير ومفكر نفسه ان هو هيقع، بس بيكون واقف ثابت ما بيوقعش. والعيال بيكونوا خايفين لا يكون حصل له اي حاجة. وهو بيفكر في المدرسة وهو بينتقل على طول، فجأة بيسمع صوت بس مش عارف جاي منين. الصوت بيقول له انا من جسمك يا حبيبي. وانج بيكون مستغرب، لقاه بيقول له في حد داخل علينا دلوقتي. وفعلا بيكون حارس المدرسة داخل بيشوف مين اللي جوه. وانج بيستوعب الموقف بسرعة وبيختفي بسرعة قبل ما الحارس يدخل. المهم الواد بيرجع البيت ياخد شاور، بيلاقي شين بترن عليه، بتكون البنت زعلانة عليه جدا، وبتقول له انت كويس؟ وبيقول لها اه انا كويس. بيقول لها انا هربت من العيال. وبتقول انا هبلغ الشرطة. وانج بيقول لها لا لا ما فيش داعي، خلي بالك انت من نفسك. وبيقفل السكة في وشها، وكان خايف يورط شين معاها وحد يعرف بقوة المكعب اللي هو بيملكه. المهم فجأة بيلاقي المكعب بيكلمه، وبيقول له انت بتتكلم منين؟ المكعب بيقول له انا من جسمك. وبينتقل داخل المكعب تاني. المكعب بيقول له انا فاهمك على كل حاجة. بيقول له انت تم اختيارك علشان تكون اقوى واحد على الارض. وانج بيقول له طب انت بتساعدني ليه؟ المكعب بيقول له علشان انا احقق احلامك وتكون حاكم العالم. وبينتقل لمكان تاني. المكعب بيقول ركز على حواسك اكتر وانت هتشوف كل حاجة حواليك. وفعلا وانج بيركز حواسه وبيشوف كل حاجة حواليه، بس ما بيطولش وبيرجع تاني للمكعب. وبيكون استنفذ طاقة كبيرة جدا وبيحاول تاني بس ما بيعرفش، وبيغمى عليه. المكعب بيرجعوا لسريره وبيقول له عاش عليك يا وانج. بيقول له المكعب لو عاوز تزود قوتك اكتر واكتر لازم تجمع احجار طاقة. وانج بيقول له انا مش فاهم حاجة. المكعب بيقول له انا فاهمك، الاحلام ده الاحجار اللي فيه بيبقى فيها طاقة، بس بيبقى في احجار تانية ودي اكتر قوة، بيبقى فيها قوة روحية كبيرة جدا. وانج بيقول له طب ودول اجيبهم منين؟ المكعب بيقول له انت عندك دلوقتي حجرين في بيتك. وانج بيعرف هو قصده على ايه، وبيقول له لا يا عم دول بتوع امي وابويا مش هقرب منهم. المكعب بيقول له ماشي بسيطة يا عم، في حجر تاني في الحديقة بتاعتكم. وانج ما بيضيعش وقت بسرعة وبينزل على طول، وبياخد معاه الفاس يا صديقي. بيبقى مش لاقيه، بس المكعب بيقول له جرب كده تستخدم طاقتك. وفعلا وانج بيستخدم طاقته وبيلاقيه. اول لما بيمسكه بينتقل جوه المكعب تاني. المكعب بيقول له حطه في الفجوة ديت. فعلا وانج بيحط الحجر، وفجأة وانج بيطير وبيحس بقوة غريبة. والمكعب بيقول له ده بس حجر من مستوى منخفض. فالمهم يا صديقي وانج بينتقل لبيته وبيصحى علشان يروح الفصل بتاعه. شين بتقرب منه وبتزعله علشان قفل السكة في وشها امبارح، وبيتأسف لها والأمور بتمشي عسل على قشطة. بعدها بقى بيلاقي سون وعصابته داخلين الفصل وضربوا واحد. وسون بيسأل على وانج. وانج بقى كان مخبي راسه ورا الكتاب على أساس يعني إن سون مش هيشوفه، بس سون شافه وراح علشان يضربه. بس شين وقفته علشان تدافع عنه، بس سون قعد يستهزئ بوانج وبيقول عليه جبان. شين بتقول له لا وانج مش جبان ولا أي حاجة، وانج راجل يلا. وانج جاب آخره بقى وبيقول لشين ما تشغليش بالك انت، أنا اللي هتعامل معاه. سون بيتضايق من كلامه وبيقول له انت ازاي تتجرأ تقول كده. وانج بيمسكه من ايده جامد، وسون بيستغرب من القوة الرهيبة ديت. وانج
وانج بيقول له انا مش عايز اشوفك هنا تاني. سون بيقول تمام، انا هستناك النهارده في ملعب السله الساعه 5 لو مش عايز تورط شين معانا. وبعدين مشي، وشين بتقول له كان بيقول ايه؟ وانج بيقول لها لا ده كان بيقول لي مش جاي تاني هنا. وبعدين بينتقل عند سون وهو قاعد كده وبيبص لايده ومكان ما مسكها وانج، ومستغرب كميه القوه اللي حس بيها اول ما وانج مسك ايده، وبيقول انا جاهز كل حاجه عشان ما اخسرش النهارده من وانج. وبينتهي بينا المشهد على ملعب السله، وانج بيوصل العيال بتكون قاعده مستنياه وبيضحكوا عليه وبيقول لهم فين سون. سون بيقول له انت هربت امبارح، النهارده ما فيش هروب. وبيقول اللي معاه يقف على الباب. وبعدها وانج بيقول للمكعب ايه هي قوتهم. المكعب بيقول له كلهم ضعفاء. وانج بيقول له بنسبه كام في المية فوز في القتال ده؟ المكعب بيقول له 20%. وانج بيشوخ على نفسه يا صديقي، بس بيقول له تمام. بيبص كده لسون وبيقل منه وبيقول له ما كنتش متوقع ان رئيس شمال المدينه بيكون جبان قوي كده ولامم كل الناس ديت وخايف يقاتل لوحده. سون بيتعصب جدا من كلامه ولسه هيرد عليه، قام واحد اصلع كده من رجالته رايح لوانج وبيقول له انت ازاي تتكلم مع رئيسنا كده؟ انا لوحدي قادر ان انا اكسر وشك يلا. وانج بيسأل المكعب على طاقته، والمكعب بيقول له طاقته 20. وانج بيقول يبقى ما فيش داعي للخوف، بس لازم نكون حذرين. الواد بيتقدم على وانج والعيال كلها بتشجعه وبيقول ده اقوى واحد فينا من بعد الزعيم، وكلهم بيهتفوا باسمه وبيهجم على وانج ومش رحمه. وانج شغال يتفادى بس لحد ما المكعب بيقول له وانج هو دلوقتي استهلك نص طاقته. سون بيلاحظ الوضع وبيبدأ يخاف. الواد بيهجم على وانج تاني بس مسكين ما يعرفش بيعمل ايه الحزين. وانج بيديله بوكس واحد كسر عظم وشه وبيحدفه في الجدار. العيال كلها بتتصدم ومش فاهمين اي حاجه وكلهم بدأوا يخافوا. وفي نفس الوقت شينكاي بترن على وانج علشان خايفه لا تكون حصل له حاجه. ونرجع تاني للقتال بتاعنا. وانج بيبص للعيال كده وبيقول لهم اللي بعده. سون بيضحك كده وبيستهزئ بيه وبيقول للعيال اللي معاه اهجموا عليه. المكعب بيقول لوانج انت نسبة فوزك دلوقتي 30. والعيال بيهجموا فعلا على وانج ووانج نزل فيهم ضرب. والعيال فعلا ما حدش عارف يعمل معاه حاجة. بس العيال كان عددهم كبير ووانج بدأ يتعب وسون كان عمال يضحك ومبسوط على الآخر. بس وانج بيقطع ضحك وبيروح على واحد بيديه رجل في الحتة القاضية يا صديقي، بيطيروا 5 متر لقدام وبيكمل ضرب في الباقي. بس العيال بيتقطعوا على وانج والمكعب بيقول له في واحد جاي من ظهرك. وفعلا الواد بيمسك وانج والتاني بيدي وانج بالرجل. سون بيضحك ومنشكح على الآخر وفاكر ان كده خلاص، بس وانج ما بيريحش باله وبيقوم تاني بيمسك واحد منهم كده من رجله وبيركبه المرجحة عايز المشاهد وبيحدفه على سون. الواد دخل على سون بدماغه يا صديقي وسون لسه بيقوم وبيفتح عينه. وانج خلص على رجالته وبيقول ده اكيد مش بشري عادي. وانج بيتقدم عليه بكل غضب وسون كان هيعملها على نفسه. المكعب بيقول له وانج بيقول له خلاص انت طاقتك خلصت ومش هتقدر تكمل. وانج بيقول له لا حتى لو طاقتي خلصت انا اكسره. ولسه هيضربه بس هي عصابة داخلة عليهم وكانوا عايزين يغدروا بسون، وعلشان بينهم وبين سون عداوة سون مش بيبقى عارف يعمل ايه. بس وانج بيقول لهم كلام بيضايقهم. زعيم العصابة بيقول لرجالته هجوموا عليهم. المكعب بيقول لوانج انت صحتك مش كويسة وبيقترح عليه الانسحاب. العيال بيهجموا على وانج ووانج بيجري منهم. المكعب بيقول له على فكرة وبيختفي من قدام العيال علشان يعملها. وهو بيروح قدام وحدة الكهرباء وبيطفي النور والنور فعلا بينطفي في المكان كله. والعيال بتبقى مستغربة ووانج بيستخدم قوته تاني وهو بيروح قدام القائد بتاعهم. القائد لسه هينصدم. وانج بيكون خلص عليهم وعلى رجالته والواد ده بقى راح شغل الكهرباء والواد بيبص على اصحابه لقاهم كلهم في اعداد الموتى. الواد من الصدمة شخص على نفسه. سون بقى بيبقى واقف مذهول من اللي بيحصل ومش مصدق اللي شايفه. وانج شيها وانت من البشر. وانج لسه هيروح لسون علشان يكمل فيه ضرب. سمع صوت الشرطة بتخبط عليهم وبتكون شين هي اللي بلغت علشان هي خافت على وانج. سونج بقى لسه بيهرب لوانج قدامه بيقول له انت رايح فين يا حبيبي؟ مش لما تاخد اللي فيه النصيب. سونج بيعتذر منه وبيقول مش هعمل كده تاني. وانج بقى بيجي في باله فكرة ولا في الخيال يا صديقي، عمل نفسه هو اللي بينضرب علشان الشرطة ما تقبضش عليه. وبالفعل الخطة بتنجح والشرطة بتدخل وتقبض على سونج. شين بقى بتقعد تعالج وانج من الإصابات اللي عنده. وبعدها بكام يوم طلع علشان يشتري الأحجار السحرية بس لقى الأحجار أغلى منه أصلا، فعلشان كده قرر إنه يسافر يدور عليها بنفسه. فبيروح عند غابة كده وبيكتشف إن في حجر أسطوري بيحفر بها علشان يعرف يوصل له، بس بيعرف إن هو عميق جدا عن سطح الأرض. فالمكعب بيقول له على كهف كده تحت الأرض، بيقول له إنه يقرب من الكهف ده ويستخدم قوته وينتقل جواه. وانج بيعمل كده فعلا وأول ما بينتقل في الكهف بيقع لأن الأرض بتاعته كانت مزحلقة. بيقوم بقى علشان يدور على الأحجار. بيبدأ يدور في كل مكان وبيعرف إن الأحجار ورا الجدار. بيزعل جدا وبيفقد
بيفقد الأمل علشان مش هيعرف يحفر فيها، بس لقى رياح في المكان ده، وبسبب الرياح ديت عرف إن في فتحة فعلا. بيلاقي الفتحة وبيصطدم قوته وبينتقل جواها، وبيقف عند الصخرة ديت وبيلاقي الهدف بتاعه فعلا. وفجأة بيكون في تعبان ضخم وراه وكان لسه هياكله، بس وانج بيصطدم قوته وبينتقل للمكان اللي بعده. التعبان بيستغرب جدا وبيروح وراه برضه، ووانج لسه التعبان هياكله لا اختفى، ووانج بيكون استخدم قوته تاني وانتقل عند الأحجار من غير ما يعرف إن التعبان وراه. التعبان بيتجنن، ووانج بقى بيكون جمع الأحجار اللي هو عاوزها وبيعيط من الفرحة. التعبان بقى راح له تاني، ووانج المرة دي واخد باله منه، ووانج من الرعب وقع تحت، بس الحبل اللي كان رابطه لحقه والتعبان بيقع وراه في المية. وانج لسه يفرح بقى ومفكر إن التعبان مات، فجأة الحبل بينقطع وبيقع في المية. وانج بيحاول يستخدم قوته بس مش بيعرف، التعبان بيهجم عليه علشان ياكله. راح وانج ضربه بالحديدة اللي معاه، وانج بينتقل بعدها جوه المكعب وبيطلع الأحجار اللي جمعها علشان يدمجها المكعب. بيقول له انت لو دمجت 3 من دولت هيطلع لك معاك حجر قوته عالية، فبيقول له ايه رأيك تدمج 9 وتسيب 2 تمتصهم. وانج قال له طب الدمج ده بياخد قد ايه؟ المكعب بيقول له 100 ساعة. وانج بينصدم وقال له خلاص امتص حجرين بس، وفعلا المكعب بيمتصهم والواد طاقته وقوته بتزيد. وانج بيرجع للتعبان من تاني وبيقول له ده انا هنفخك يلا. وانج بيهجم عليه ونزل فيه يمين وشمال ومش سايبه للتعبان فرصة، بيشتمه لحد ما خلص عليه يا صديقي، وبيلاقي حجر جامد على الاخر. وانج بقى بيروح وبعدها بيروح يقابل شين علشان يخرجوا حرفيا الاتنين زي العسل على القشطة يا صديقي الوتاكو. وبيقعدوا في المكان ده وشين بتحط الحلوى في ايد وانج وبتقول له وانج خمن في انهي ايد. الوهاب بقى بيستخدم قوته وبيقول كله صح. شين بتقول انت ازاي بتعرف مكان الحلوى؟ وانج بيقول لها اي حاجه كده وخلاص، وشين بتقول له ماشي. بينتقل بين المشهد بقى عند العيال اللي وانج ضربهم، والواد ده بيكون متعصب جدا وبيقول لسونج خطه انهم يوقعوا وانج مع شون اكبر زعيم عصابات. بينتقل اليوم اللي بعده، بيقوم وانج وبيتصل بشين بس شين مش بترد. وانج بيستغرب جدا لان ديت اول مره بيفتح فيها التليفون بتاعه، لقى شين رنت عليه اكتر من 20 مره. بيروح بسرعه جدا على السكن بتاع شين، لا محروق والناس بتتكلم كلها عن ان شين مش موجوده اصلا. وانج بيعرف انها اتخطفت. وانج بيبص كده على سونج في المكان ولقاه متوتر وبيهرب. وانج بيروح وراه بسرعه وبيقول له انت مالك متوتر كده؟ سونج بيحاول يحاور عليه. وانج بيضرب واحده في الجدار كسرته، وهو بيقول لسونج انا متضايق دلوقتي قول لي الحقيقه بسرعه. سونج بقى بيبدا يحكي له كل حاجه وقال له على كل حاجه. في نفس الوقت ده بنلاقي شين مربوطه ومتكتفه في المكان ده وبتكون مخطوفه فعلا، والواد بقى اللي كان مع سونج كان مربوط ورا اخر. وشون بيكون حاطط في بقه الكوره وعمال يعذبه علشان يعرفوا الكلام اللي قاله له صح ولا غلط. وبيروح عند شين ويشيل اللزقه من على بقها علشان تتكلم. بيقول لها انت ايه علاقتك بالواد اللي اسمه شو؟ بتقول له انا ما اعرفش حاجه وما اعرفش مين شو ده. وشوان بيتعصب ولسه هيضربها، راح العجوز ده قال له بلاش تضربها دلوقتي عشان ممكن شو يهجم علينا في اي وقت وممكن يغضب وما نعرفش نعمل له حاجه. شوان بيهدى كده فعلا، والعجوز بيحط اللزقه على بقها من تاني. ونروح بقى عند سونج ووانج بيحكي اللي حصل مع شين وليه شوان خطفها اصلا. بيقول الواد ابو شعر احمر ده عارف ان شوان كان في واحد ضربه بطلع من زمان قطع له صباعينه واسمه هو شي، وشوان قعد يدور عليه سنين وما لقاهوش. فراح قال لشوان الواد شي اللي ضربك ده مهتم بيها وبيروح لها كل فتره علشان كان انقذها من زمان. اما انا بقى قلت له انا ماليش دعوه بيك وبالخطط ديت. وانج بقى بيقول ماشي وبيكون رايح لشين علشان ينقذها. سونج بيوقفه وبيقول له الاحسن ما تروحش علشان في ناس خطيره جدا هناك ولو رحت هيقتلوك. وانج ما بيسمعش كلامه وبيمشي. سونج بيحاول يوقفه تاني بس برضه وانج مش بيسمع كلامه وبيمشي. المكعب بقى بيقول لوانج على مكان شين وبالقلاده اللي كان وانج مديها لها. وشوان بقى بيشوف وانج وهو داخل وبيقول لرجالته يستقبلوه، والواد ده بقى بيكون متحمس جدا. بيروح عند وانج وبيسأل المكعب فاضل قد ايه على دمج الاحجار اللي قوتها عاليه. بيقول له فاضل 5 دقايق، يعني محتاج تصمد لمده 5 دقايق بس. بيدخل بقى المكان بيلاقي بوابه مقفوله كده لسه بيحاول يفتحها. لو قدامه الواد ده بيقول له لو فتحها موتني الاول. هو بيقول مش هيتحرك من هنا غير باذني. وانج بيسأل المكعب على طاقه البغل ده وبيقول له 52، يعني كده طاقته اعلى من وانج ذات نفسه. بيروح عند شوان وهو عند شين وبيفتح الكاميرا على الدور الاول اللي فيه وانج. بيبدا القتال بتاعنا ووانج كان مسيطر في اول القتال ونازل فيه باللوكميات، بس الواد بيمسك ايده كده وهو بيهبد وانج في الارض حرفيا الارض اتدغدغت من قوته. وانج بيقوم بسرعه والواد بيكمل ضرب في وانج، ووانج شغال يدافع بس بيدور على نقطه ضعف لحد ما بتيجي في باله فكره وبينفذها وبيستغل اندفاع الولا وبيديله رجل كسرته وبيجيب شاكوش من الفراغ بقوته وبيديله واحده تانية
تانية جابت اجله، وبياخد المفتاح بتاع البوابة بقى وبيحمس نفسه بكلمتين وبيكون طالع باقصى سرعته. فجأة المكعب بيحذره، الواد فعلا بياخد باله ان في خنجر جاي ناحيته لسه بيتفاداه. لا واحد طالع في وشه بيديله بالرجل وبيوقعه وبيقول له انت ازاي هزمت الواد اللي تحت، ازاي هزمته بطاقتك ديت؟ وبيقول له انا مستنيك في الدور اللي فوق. وانجي بيسأل المكعب على طاقته، المكعب بيقول له 75. وانجي بيقول له ازاي ده 75؟ وبيطلع بسرعة. اول ما بيطلع بيلاقي الدور اللي هو فيه ضلمة جدا، وانجي بيدور على الواد ولا بيكون مستخبي في الضلمة وخايف قوته. بيهجم بقى على وانجي من ظهره، وانجي بكف ايده بيطير الولع. بيكون مستغرب جدا هو ازاي عرف مكاني. بيستخبى تاني وانج بيكون زهق، والواد بقى بيستخدم قوته تاني وهو بيهجم على وانج المرة دي بيديله واحدة ريحته، وبكده وانج يكون خلص من التاني. وبيكون في واحد بيراقب القتال ومعاه واحد كده باين عليهم اقوياء جدا، وبيكونوا مستغربين ازاي وانج قضى عليه بكل السهولة ديت. وبيقول على وانج ان ده شكله قوي جدا. وانج بقى بيطلع الدور التالت بيلاقي عجوز معضل مستنيه، وبيقول له عاش عليك ان انت وصلت لحد هنا اصلا. ولسه بيكمل كلامه راح وانج هجم عليه بالعصايه ومفكر انها تاثر فيه. العجوز بيمسك ايد وانج وبيخبطه في الارض، والعجوز بيقول له انت بنيتك الجسديه مش وحشه علشان تستحمل خبطه زي ديت. العجوز بيمسكه تاني وبيخنقه بالحركه بتاعته. وانج مش عارف يعمل ايه، وبتيجي في باله فكره. بيطلع الخنجر بتاع الواد اللي قتله وبيرشقه في العجوز، وبيقوم بسرعه بيسال المكعب فاضل قد ايه على دمج الاحجار. وانج بيضربه بايده تاني بس ايده اللي بتوجعه. العجوز مسك وانج ونازل فيه يمين وشمال وبيمسكه وبيقبضه في الارض تاني. وانج حرفيا كان بيطلع في الروح. دمج الاحجار بقى بيكون خلص، ووانج بيقوم له وبيقف بكل فخامه وكاريزما وعينه كلها حماس. العجوز بقى بيتحمس وانج بيجهز علشان القتال هيولع يا صديقي. وانج بقى بيستجمع قوته كلها ونازل في العجوز ضرب بقوه الولا حرفيا زادت اضعاف. وانج مسك العجوز دعكه ومش رحمه. وانج بيديله بوكس واحد رجعه 10 متر لورا. لا والعجوز مستغرب هو جاب القوه دي كلها منين. وانج خلاص جاب اخره وبيديله البوكس اللي فيه النصيب اللي بينهي عليه. وشوان بقى بيكون لسه بيتفرج على القتال وبيكون متعصب جدا وبيقول هو ازاي شخص عادي هزم كل المقاتلين المحترفين دول. المساعد بتاعه بيهديه وبيقول له هو عدى من كل دول بس مستحيل يعدي من الدور الاخير، لان البت دي بالذات لو اتعصبت الاحسن ان احنا نهرب من المكان. وانج بقى بيكون طالع على السلم وحرفيا متكسر في كل حته في جسمه، بس بيقول هنقذ شين حتى لو هموت. بيتحمس بقى وبيطلع على السلم، والمكعب بيقول له ان هما اتنين. وانج بيفتح الباب وبيكون الاتنين دولت مستنيين. البت جريت عليه بسرعه ومعاه مسدس بتحطه على وانج، والمسدس ده بيقيس قوته الخارقه. بس المفاجاه ان هي ما لقيتش عند وانج اي قوه خارقه وبتكون صفر. والراجل اللي معاه بيقيس برضه قوته الداخليه بس برضه بيلاقيها صفر، وبيقول ان هو معتمد على قوته الجسديه فقط. البت بقى بتتحمس جامد وتروح علشان تسلم عليه. وانج بيمد ايده وبيسلم عليها زي المغفل، وبوم رازعته البوكس اللي فيه النصيب. وانج بيتعصب وبيرد عليها البوكس. البت بقى بتحس بطاقته النقيه وبتتحمس اكتر واكتر. شكل البت ديت مهووسه بالقتال. البت تهجم عليه في ثانيه لثانيه ونزلت فيه ضرب وبتديله بالرجل بتكسر فيه الجدار. وانج بيتعصب جدا وبيقول انت اللي جبت لي نفسك، وبيديها بوكس كسر وشها. البت بتتحمس تاني وقوتها وسرعتها بيزدادوا اضعاف مضاعفه وبتنزل في وانج دعك ومش رحمن نهائي. وانج بقى بيضربها كذا ضربه. البت بتتحمس اكتر وبدات تتحول بشكل مرعب. الراجل اللي معاها بيحاول يهديها وبتقول له مالكش دعوه انت، وشكل في حاجه احنا ما نعرفهاش يا عزيزي المشاهد. وبتقوم بقى على وانج بعد ما ايديها اتحولت وبتنجح انها تعوره في دراعه وبتلحس دمه وبيعجبها جدا. حرفيا يا جدعان البت ديت مجنونه وبتعوره تاني في رقبته. والواد بقى بيطلع عصايه من معاه علشان يدافع عن نفسه بيها، بس برضه مش عارف يعمل معاها اي حاجه. والبت سرعتها بتزيد اكتر واكتر وبتنجح انها تمسكه من ظهره وبتعوره باسنانها. والبت حرفيا ملامحها اتغيرت 180 درجه. والراجل اللي معاه اول ما بيلاحظ كده بيطلع ابره من معاه وحدفها عليها عشان تهدى. والبت فعلا بتهدى وبيغمى عليها وجري عليها وحط لها ابره كمان. وانج بقى بيبقى واقف مستغرب وبيروح يجيب قلب الطوب ده علشان يضربه بيه، بس الراجل بياخد باله وبيهجم عليه. وانج لسه يتكلم وبيهجم عليه بهجمه تانية. المكعب بيحذره منها وفعلا يتفاداها وكسر الجدار اللي وراها، بس الراجل بياخد باله ان البت بدات تفوق وبيروح لها بسرعه وبيهديها تاني. فبيقول له هانج مش انت عايز تنقذ البت اللي فوق؟ وانج قال له ايوه. الراجل قال له خلاص اطلع انقذها. وانج بيقول له انا ايش ضمني انك مش هتهجم عليا؟ الراجل طلع عمله من التحالف بتاعه وعمل له هدنه بالدم، ولو خلف الهدنه ديت هيموت. وانج بيقول له ماشي وبيكمل طريقه. والراجل بعدها بيتصل باخت البنت ديت لسه هيتكلم ويحكي لاختها اللي حصل. الشخص الغامض ده ظهر واداله واحده ريحته وبيقفل الاتصال. بينتقل بقى عند شوان وهو بيبقى متوتر، والشخص الغريب ده بيقول له رجالتك كلهم ماتوا. شوان بينصدم وبيتعصب جدا، والمساعد بتاعه بيقول له انت لازم تغير خطتك. والشخص ده بيكون ماشي. شوان بيقول له هديك ضعف المبلغ بس تساعدني في خطتي. بيهجم عليه وبيقول له انا ما حدش يأمرني بالمال يلا. وحرفيا الواد ده شكله مغرور وقوي جدا. وانج بقى بيطلع الدور اللي بعده
وهو بيخش بكل فخامة. الدور ده بقى وانج ملقاش فيه أي حد، وبيقول المفروض إن يكون في 2 هنا، وبيظهر بعدها الواد اللي كان عند شوان وبيبدأ يعرف عن نفسه. أنا شياو. بعدها بيهجم على وانج وبيديله بالرجل، وانج بيتنطر ولا 30 متر يا اسطى، هو بيكسر الجدار. وانج بيبقى مصدوم من القوة دي كلها. وانج بيحتفوا بشوية ازايز كده والواد بيتفاداها. وانج بيهجم عليه وبينزلوا في بعض ضرب، الاتنين مش راحمين بعض حرفيا. يا جدعان العيال ديت مستوى قوتها في حتة تانية، واسيبكم مع جزء من هذه المتعة الرائعة. Cause I can breathe, can't breathe. Stay with me, don't let it go, let it go. If you leave me, I'll be alone. I feel the light on, hoping you call. Talking to shadows on my wall. Told all my friends I'm doing fine. Truth is I'm broken all the time. Coffee goes cold, your name on my tongue. Every love song sounds like that. Check my phone, nothing from you. But it forever fades so soon. If you don't love me, say it, say it. Stay with me, stay with me. Talking to shadows on my wall. Told all my friends I'm doing fine. Truth is I'm broken all the time. جايت لكم تاني. وانج بقى مسك شعر الولا كده وخلاص شكله اتجنن خالص، والواد مهما يضربه وانج مش بيتحرك. وانج خلاص بيديله البوكس الاخير وهو بيكون مفكر ان هو مات. بيقف شويه كده وفجاه بيلاقي الواد فاق تاني. يخرب بيتك يا عم، انت مش بتموت ولا ايه؟ بس بعد ما بيفوق بيتحول تماما، شعره بيتحول ابيض ووشه بقى اتغير 180 درجه وقوته زادت اضعاف مضاعفه. وانج يا دوبك رمش لا الواد قدامه. وانج بيقول ايه السرعه دي كلها؟ الواد مسك وانج يمين وشمال وعينك ما تشوف الا النور يا عزيزي المشاهد. وانج بقى بيجري من هجماته ومش عارف يعمل اي حاجه، والدميه بتهجم عليه برضه. وانج شغال جري بس وانج بيمسك راس الدميه كده، بس الواد بيكون رابطها بحبل وبيسحب الدميه، وانج بيكون ماسكها وبياكل وانج العماير حرفيا. وانج خلاص وكسر بيه الجدار، وانج بيفتح عينه لقى قدامه والواد حط عليه 3 اختام ووزنهم كبير جدا انه يحاول يقوم بس مش عارف. الواد بيجهز الختم التاني وبيهجم بيه على وانج. الختم بينفجر في وانج والمكان بيولع من قوته. شوان بقى بيبقى شايف كل ده وبيبقى مبسوط على الاخر، والواد برضه بيبقى واقف منشكح بيبص بقى على النار. بيبص للنار كده لقى خيال واحد بينصدم كده، وفجأة لقى وانج ما حصلوش اي حاجه. وانج بيكون معاه حديده حامى نفسه بيها، والواد بيقول هي الحديده دي جت منين؟ وبيكون مرعوب. الواد بقى بيهجم على وانج، وانج بيقطع الدميه بتاعته. وانج بيهجم على الولد وبيمسك الحبل بتاعه. والواد بيحاول يشد الحبل بس مش عارف من وزن وانج ولا اختام اللي عليه. وانج بيسحبه هو الحبل وعينك ما تشوف الا النور. وانج اخيرا بيديله الضربه الاخيره وبيتكسر الجدران بالولا. وانج بقى اخيرا انتصر في القتال وهو مش قادر يمشي حرفيا، وبيعافر انه يطلع علشان ينقذ شين. وشوان بقى شاف اللي حصل وبيتفق هو والمساعد بتاعه على الخطه. وبعدها وانج بيطلع وبيلاقي الواد ده قاعد مرعوب. وانج بيقول فين شين؟ قال له في الاوضه ديت. وانج اول ما شافها اتبسط جدا ودخل علشان ينقذها، بس اول ما شال لزق من على بق شين. قالت له في قنبله تحتي هتنفجر دلوقتي. وبعدها شوان بيظهر من بره الاوضه وبيقفل الباب. وانج بيبقى مش عارف يعمل اي حاجه، بس المكعب بيقول له اقطع الازرق والاصفر. وانج بيطلع الخنجر من الفراغ وبيقطعهم بس مش بيحصل حاجه. وانج جت في باله فكره، نقل القنبله جوه المكعب. وشوان بيبقى مستغرب هي ما انفجرتش ليه، وبيقول لي شين انا مش هسيب حاجه تحصل لك تاني، هسقف لك يا ابني. بس بعدها بلحظات القنبله بتنفجر وانج حس بألم مش طبيعي وكأن القنبله انفجرت في قلبه. شين بتكون زعلان عليه جدا، بس وانج بدأ يفوق ومش مصدق عينه. ولحظات من الرومانسيه يا صديقي، بس يا فرحه ما تمت. الواد ده ظهر من العدم وخد شين ومشي، وهو نفس الشخص اللي ظهر لاخت البنت اللي كان وانج بيقتلها. وانج ما كانش فيه طاقه حتى عشان يشتمه. وانج بجد زعلان على حبيبته اللي راحت ومحروق جدا وبيعيط بدأت دموع دم. والواد بياخدها ويمشي. وبس كده يا صديقي نكون خلصنا الجزء بتاعنا النهارده، وما تنساش اللايك والفولو وتعليقك يا عزيزي المشاهد يخلينا نكمل. ويلا سلام.